أمسي ينهار رسول إنسانية. اللي أقوله كلام الله ما هو شخص ثاني، بالوالدين إحسانا قولا من سور قرآن. يمكن أنا أكون صغير ولا أقوله ما هو قدي، الحكاية واللي فيها ب9 شهور تبدي. نطفة الرزق حياة والعطوها لك اثنين، أول واحد الله ويبقى عدنا الوالدين، وتبقى العمر وانت عيشه وانت قطعة منهم. والله من بعد الصلاة وصى يجب أن نبرهم، هذه الشالتك بطنها وانت تاكل من عظمها، هذه الآه ما صحتها يوم الكنت في رحمها، هذه ضحت بعمرها، هذه انكسر ظهرها، هذه ما قالت منها قالت قطعة من قلبها، هذا الكلت وتعب من الصبح حد الظلمة، هذا الما غفت عيونه قبل انك تاكل لقمة، هذا النسر الما طاح ولجلك انت وقع ريشه، ضحى الدنيا كلها حتى يعيشك احلى عيشه. وعدنا البركه بالشباب على اهله تعلى قوته، اما الصحبه والحبيبه يبقى حتى ناس صوته، لج الغربه ولج البنت بروحه عادي ان ينصل زنه ولسه لا نزال عند اهلنا قاعد نعصر. ابوك وامك ربوك وانت دمت فخر لهم، تضحك بشقه وناسه يوم البيهم لما تشتم، صعبايلك لما ضحى وانت بليله تخيب ظنهم، انت بنعمه لا ما تحسه الا تفقد واحد منهم، تكسر بقلبهم عادي وانت تفرح من يسفت، وغيرك قاعد يم قبرهم يصرخ عالي اهل قعدوا، تندم من تعصب امرهم تقول عنه مو بضروره، لانك لسه ما حسيت احساس اليتيم وشعوره. وفروا لك امك كل شي لجيل تعيش بسلام، وانت حتى صعب عندك ان توفر احترام، حملوا بيك من الطفوله وانت مو قادر تحملهم، المحبه احترام مو على البيسك تحبهم، قبل القيامه بتتعاقب والله يعاقب فينا اثنين، اول واحد هو الظالم واللي يعيق الوالدين، خير ربك وبعظمته حرم فينا ان نشرك من بعدها الوالدين، تبري بيهم وكل عمرك تدعي تصلي تزكي الصوم، ما يسامح مهما صار، وقالوا وصى نحسن لهم حتى لو كانوا كفار، وحد اقوال الرسول اللي دافع عنا فوق، قال امك ثم امك ثم امك ثم ابوك، لو غسوا عليك اهلك ولا اخذوا من فرحتك، ابقى حبهم لا تتغير هم ما عرفوا مصلحتك، لا تنكسف تحمل امك هذا الحمل التكسين، حبها ولو احتاجت نظر لها ابدي منك عين، اما الوالد لما يسأل جاوب عليه مهما قال، واذكر لما كنت صغير سألت اكثر من سؤال، بس هم احق بيك والتعب تشوفه بعينهم، اذا لسه قاعد تسمع روح وقوم قبل ايديهم، روح وقوم قبل ايديهم. اتمنى من كل شخص سمع هاي الاغنية يترحم على كل اب وكل ام ماتوا بهاي الدنيا، واتمنى تقرون سورة الفاتحة، واللي اريد اوصل له انك انت مجرد عندك اب وام، فانت بنعمة ما تحسها الا تفقد واحد منهم، واتمنى انك ما تحس هذا الاحساس الا وهم راضين عليك وانت راضي على نفسك، وهاي النعمة دير بالك تتحافى عليها. دمتم سالمين. أمسي ينهار رسول إنسانية.